اليوم عندي تحضير مفركة كوسة بالنعناع، رح سويكن إياها على طريقتي وتشوفوها. أنا هاي التقطيعة اللي بدي إياها اللي بقطعها أنا. عندي هون الزيت النباتي تقريبا نص كاس شاي. هلا 5 دقايق بنرجع لهم. هلا صار 5 دقايق بدنا هذا المنظر جميل جدا. عندي هون ملعقة من الملح، ملعقة وحبة. عندي هون نصف ملعقة فلفل أسود. هاك أحرقك بيه. طبعا بنضيف الملح بعد 5 دقايق من بداية حمصه. وطلع مطيب من عندي الفلفل الأسود. وما بننسى رشة الزيت مع الله. رشة تذوب ميتها. نرجع لكم بعد شوي. بنتابع موضوعك صار فيها. طبعا ميتها شوي هيك كثيرة، بتفكر تتبخر شوي آخر شي. هلا هيك تقريبا صارت عندي جاهزة. رح اتركها تقريبا لحتى تتبخر ميتها كلها، مكشفة بالهواء والنار تحت منها ضعيفة شوي ونرجع لكم. هلا هيك بلشت عندي تتبخر المي. شوفيها القوام ما اجمله. هذا الديك حسه عم يغلي. دقيقتين وبصير عندنا جاهزة. هذا هيك صارت عندي جاهزة المفركة. رح نزل عليها النعناع الأخضر. دقيقتين ضمن التخمير. طبعا فلفل حد هو اختياري، بحط معه فلفل اخضر حد. هلا هيك صارت عندي جاهزة لفركة الكوسة النعناع. رح اسكبها واعطيكم رأيي فيها. طبعا انا نفسي على الاكل رائع. بسم الله. هلا هيك صارت عندي جاهزة لفركة الكوسة. راح اورجيكم اياها كيف طلعت معي المنظر. منظر بجنن.
بسم الله. طيب كتير والله، جربوها. بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتتابعوني. أهلا وسهلا فيكم، صحتين وهنا للجميع.